هيحصل لك ايه لو بقيت غزال يوم يلوي. واحد؟ اول ما مامتك تولدك يلوي. هتنزل قد الفشفوشه، وبعدها بربع ساعه هتحاول تقف بسرعه، بس رجليك هتبقى ملمسه كهرباء، وتبدا تشرب اول بق لبن وتفضل ترضع من ماما وهي بتراقب لك الطريق عشان في حيوان سريع جدا ممكن يخطفك في لمح البصل. وبعدها تبدا وايشة تلعب وايشة وتجري في وايشة. كل مكان. وبعد 3 شهور اخيرا اتفطمت وبقيت بتاكل حشيش ليل ونهار، وتبدا تكتشف مواهبك الجباره. انت بتقدر تجري بسرعه بتوصل ل 90 كيلو متر في الساعه، وعندك نظام تحكم عصبي خارق للطبيعه. ردود افعالك بتحصل في اقل من ثانيه واحده بعينك اللي بتساعدك تشوف بزاويه 360 درجه. وفجاه بتكتشف كائن اسمه الفهد سرعته اعلى منك، بيوصل 120 كيلو متر في الساعه. مش عاوزك تقلق، الفهد هيوصل لسرعته القصوى ويفضل كده اقصى مده 30 ثانيه، انما انت رجوله هتقدر وايشة تجري وايشة وتراوغ وايشة. وتقدر تستمر بسرعتك المجنونه 5 دقايق. وده لان نظام الهواء عندك احسن بكتير من الفهد. انت تقدر تبرد الدم من الهواء وانت بتجري. واخيرا كبرت وبقيت راجل قد الدنيا وعاوز تتجوز الغزلايه اللي شبهك، ولكن استنى، في كام واحد تاني هيموتوا عليها، فتقوم معجنه ما بينكم، وعشان انت رجوله هتكسب العركه، ولكن هيجي كائن اسمه الانسان يخطفك على العربيه ربع نقل وانت بتجري.